ازدواجية المعايير. النهارده مسؤول اتحاد الكوره يبلغوا حكم المباراه الراجل رايح وظبط الساعه وكله بيتكلم على 7:30، وبعد ما عمل الاحماء بتاعه هو والمساعدين وبعد ما الاهلي يسخن على ان المباراه 7:30. هقول لك الفارق بقى. الفارق ان النادي الاهلي كان عايز، هو عنده الرغبه. اللعيبه خرجت من الابواب الخلفيه وراحوا كل 2-3 في تاكس. لا عذر سنوي ولا عذر قهري، مش كل ما تيجي تلعب الاهلي في مناسبه تعمل لك حدود. وبناء على ذلك قرار اداره المسابقات تطبيق الماده 51 خاصه بالجزاءات المترتبه على حاله الانسحاب في هذه المباراه كالاتي: توقيع الغرامه الماليه التي يحددها مجلس الرابطه، اعتبار ناديكم مهزوما في المباراه 2-0، خصم 3 نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراه التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقه، معاقبه كل من له صله بقرار الانسحاب. واربعه دي جامده. الكوميديا السوداء عنوان يلخص أحداث الأسبوع الأخير. فبينما الوسط الفني ينتفض للتطهير، الوسط الرياضي يرقص. الدنيا مولعه نار، واتحاد الكره المصري المحترم صبر على نادي الزمالك لحد ما بعت له خطاب رسمي، بعت له جواب الصبح قال له: يا نادي الزمالك يا كبير يا موقر يا محترم يا اللي بنعتبرك احد القطبين الكبيرين في الكره المصريه، خلي بالك انك انت النهارده مفترض تكون سافرت، ما سافرتش قول لنا انت مشارك ولا مش مشارك في البطوله، لو انت مش مشارك عرفنا. لانه ما حدث في هامش القمه 120، القمه اللي اتلعبت في الاتوبيس، هيذكر تاريخ مصر الكروي وهيذكر تاريخ الرياضه المصريه انه ديربي الاهلي والزمالك احد اهم الديربيات. القمه 120 منه ظلت مرتبطه او مربوطه الكوره فيها في الاتوبيس. كلامك كله محترم، بس في النهايه في لوائح هتطبق. هل ينفع ان حضرتك تطلع وتقول انه لو ده ما حصلش وما اتحلتش انا هنسحب؟ هل لغه الانسحاب اصبحت اللغه الرسميه لمجلس اداره نادي الزمالك؟ انت دكتور انت مش عايز تروح اصلا الملعب، خلاص. انا بتكلم على منظر بلدي يا كابتن سيف. في مباراه انا بتكلم على منظر بلدي. انسحب نادي الزمالك من امام النادي الاهلي في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع. هنجيب بقى لحضراتكم اللوائح والمواضيع والدنيا هتمشي ازاي خلال الفتره القادمه. اذا تم تطبيق هذه اللوائح ممكن يخافوا برضو ما يطبقوهاش خلال الفتره القادمه. في فريق الاهلي والحكام في الاستاد القاهره، مالهم بقى دول؟ منتظرين نادي الزمالك يروح. طب هو فريق الزمالك لسه ما راحش؟ لا، تخيل الامن راح، حكام جم امبارح دفع لهم فلوس، الاهلي راح عامل معسكر واخدين الموضوع بجديه، حكم المباراه صفر بعدم وجود نادي الزمالك لم يصل، وبالتالي انسحاب نادي الزمالك. اللائحه هنا واضحه، خصم 6 نقاط من نادي الزمالك. بلاش نستخف بعقول الناس، نتعامل باحترافيه. مش عايز العب اقول مش هلعب، هروح يبقى هروح، لكن انا في الطريق والاتوبيس عطل وكوبري اكتوبر وانزل اعمل محضر واثبت حالا، يعني بلاش. طب ما انت انسحبت في الدور الثاني كنت خايف، ما انت كنت بنفس الفرقه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نصار. بصوا، ده اقوى قرار خده الكابتن محمود الخطيب، ده اقوى قرار خده مجلس الاداره. الاهلي يعيد منظومه كره القدم الى صوابها، الاهلي يرفض الفوضى وتوجيه الدوري، الاهلي يرفض باقه المستثمر عاوز بطوله، يقول له لا ده انا زملكاوي نص ويحط لك الحكم اللي انت بتحبه عشان يكسبك الماتش ونوقع الاهلي وندي الدوري لبيراميدز. خلاص ادوا له الدوري، ادوا له الدوري. الاهلي مش هيرجع في كلامه. الاهلي طالما اصدر قرار وقال في بيان انه لو مفيش حكام اجانب مش هيلعب وهينسحب، الاهلي هينفذ اللي هيقوله. خلاص بقى النادي الاهلي قال ايه؟ لو ما تنفذتش طلباتي انا مش هكمل مسابقه الدوري. انا بتكلم على القرار نفسه. يا اسلام هنا انت كنت شايف ليه الظروف مختلفه يا اسلام؟ ايه الظروف مع انت عايز طبقا للائحه ان انا بطالب ان ماتش القمه وحتى لو كان الزمالك بعيد عن المنافسه، لكن الاهلي عاوز حكام اجانب. وفي الاخر ما عندناش قمه تتلعب النهارده. مين بيحكم كره القدم في مصر؟ منظومه فيها فوضى، ايوه في فوضى محتاجه انضباط ضبط وربط، طبعا محتاجه. ايه الحكايه؟
ايه الخلاف اللي ما بين الرابطه والاتحاد المصري لكره القدم؟ نسطر تاريخ ان الخسران هو الكره المصريه دائما وابدا بغض النظر. عملها مجلس إدارة النادي الأهلي وانتصر للنظام. اللي انا عايز اكده لحضراتكم ان كل واحد بيقف قدام مهامه. ليه وبعدين الناس كلها بتشتكي. واحنا في النهايه ما بنوجهش اللوم لحد، لا اتحاد الكوره ولا الرابطه ولا اداره الاهلي. وانتصر للعدالة. كل واحد بيدير، كل واحد بيعمل اقصى ما عنده. وانتصر للرغبة في تطوير مسابقاتنا ووقف حاسمة وحادة مع الفوضى اللي حصلت. وشايف ان هي دي الصالح العام من وجهه نظره. وكل الناس دلوقتي بتقول لك طبقوا، وكل الناس بتقول لك عايزين حكام مجاني، كل الناس بتقول لك غير التحكيم، لكن ساعة الجد بمباركة الأطراف المستفيدة أنت ما بتعملش كده.